عشان الناس اللي كانت نايمه، صباح الفل على كل من ينتمي للنادي الاهلي. الاول الناس اللي كانت نايمه رجاله، امبارح في مكالمه هي الاهم في تاريخ مجلس اداره النادي الاهلي. امبارح كانت في ناس بتطالب ان لو في ضغط على مجلس الاداره تطلع تقول وتطلع تصرح يعني. امبارح امير هشام بيسال امين الصندوق المهندس خالد مرتجي، فبيقول له عملت ايه في الشكوى اللي رفعتها على مرتضى منصور اللي هو سب والدك يعني، الله يرحمه رحمه الله عليه الفريق مرتجي. قال له والله انا لو قلت لك هتندهش. قال له خير احكي. قال له والله انا كلفت المستشار محمد عثمان يرفع الشكوى، ورفعت فعلا الشكوى، واتفاجئنا تاني يوم اللي هم بيستدعوا المحامي بتاعي وبيسحب الشكوى. قال له ازاي يعني؟ قال له انت مستغرب ليه؟ هي البلد فيها حاجات غريبة بتحصل الايام ديت. واحد محكوم عليه بشهر وما اتحبس. فلخص كل حاجة بقى، وهنا الحدق يفهم. ما تجيش بقى انت تعمل لي فيها طلعت زكريا في فيلم اللي هو بتاع قول حاحة، يضرب الولد اللي جنب عادل امام ويقول لعادل امام قول حاحة، ويضرب الولد اللي جنب عادل امام. غير كده انت ما مش عايز تفهم، او فاهم وعامل عبيط، او عايز تروح ايه في اتجاه تاني، ده ماليش دعوه بيك. المهم طبعا انا عايز اسال سؤال للدوله هنا. طالما انتوا مش عايزين تحاسبوا مرتضى منصور وتحبسوه، ليه خليتوا القاضي يحكم عليه بشهر؟ هتقول لي العداله واحنا بره عننا العداله، وده قاضي وحكم. طب حلو، وما تطبق العداله بقى بتاعت القاضي اللي حكم عليه بشهر واحبسه. انما انت كده مجرد سمعتنا، انت كده مخلي الناس تقول البلد ما فيهاش قانون. واحد محكوم عليه بشهر وبيطلع في التلفزيون عادي، وبيطلع بكل بجاحة، وبيحرض كمان ما بين السودان ومصر، وبيحرض ما بين اي جماهير بتلاعب النادي الاهلي، ولا في اي حاجة. ورا منه شوية دلاديل امبارح اللي اسمه صادق دوت، عبد الشافي صادق وخالد الغدور، يقول لك البيان دوت لا مش عاجبنا. المفروض اللي هم مصريين، وفي مصريين يتهانوا، بس هم عشان ناس مسنودة من مرتضى. الله اعلم بقى مين اللي ساند مرتضى، انا ما بقتش عارف مين اللي ساند مرتضى، فاهمين انتوا؟ فالمهم يعني اللي عايز اقول لكم، القناه بكل بجاحه امبارح حتى بعد شكوى النادي الاهلي طالعين بيتكلموا بكل بجاحه وعينيهم واسعه، ما هم عينيهم واسعه على طول. فاللي انا عايز اقوله، طالما انتوا مش هتحبسوا مرتضى، ليه نزلتوا عليه ولا حكمتوا عليه بشهر؟ ما كنتوا سيبوها ماشيه بقى. لا ده احنا في عصر كمان مرتضى يطلع يشتم واحد، الواحد ده لو رد عليه يتحبس. ازاي يا هي ماشيه كده يا جدع؟ ده طلع هزه ابراهيم فاي لما طلع يرد عليه خاف يقول كلمه مرتضى منصور في الرد، خاف. اعذروا اي حد طالع بيعتذر للمستشار ده. انا ممكن اعتذر له بكره ولا النهارده، الله اعلم. الله اعلم والله ايه اللي بيحصل. ممكن يكون هو رئيس الجمهوريه ومخبين علينا. حزب الله ونعم الوكيل. طبقوا العداله يا دوله، طبقوا العداله قبل فوات الاوان. طبقوا العداله، انتوا بيتقال عليكم بلد ما فيهاش راجل، على لسان مرتضى منصور والفيديوهات موجوده. طبقوا العداله وبينوا له اللي فيه رجاله في البلد. صباح الفل.